اليوم رح تنصدموا. رح ورجيكم فيديو لرجل بزعمه شيخ، وهيدا الشيخ من رؤوس الوهابية. شو بيقول؟ بيقول أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي قد يحدث مفسدة. أعوذ بالله. قال لو منقدر نشيل جسد النبي من القبر، لو هيدا الشيء لا يحدث مفسدة أكبر والمسلمين رح يغضبوا من هيدا الأمر لشلناه. تخيل، بده يشيل النبي من القبر، وشو بيقول؟ بهدم القبة الخضراء. أعوذ بالله، هول عندهم كره للنبي. ومن أجل تطبيق هذه القاعدة أبقى السلف والعلماء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، مع أن بقاء القبر في المسجد قد يكون مفسدة، ولكننا نستدفع بها المفسدة الكبرى، وهي اضطراب أحوال العالم الإسلامي وكثرة خصومتهم ونزاعهم. إذا علموا أن معاول الحفر قد عملت في قبر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا علم المسلمون في العالم أن الدولة بدأت تحفر قبر رسول الله لإخراجه من المسجد النبوي؟ لكان في ذلك من المفسدة ما الله به علم. وكذلك إبقاء القبة الخضراء وعدم هدمها أيضا هو من باب استدفاع المفسدة الدنيا، هو من باب استدفاع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا، والله أعلم. وأنا أتحدى واحد من الوهابية، أكبر واحد من الوهابية، أنه يقدر يواجهني بهيدا الكلام اللي أنا رح أقوله، وما رح يقدر أبدا. الوهابية شو بيقولوا؟ حتى نفس الشيخ بزعمه شو بيقول؟ شوفوا يا جماعة، الأشاعرة كلهم، كل الأشاعرة يقولون ويبقى وجه ربك، الوجه يراد به الذات. خطأ. الصحابة متفقون على أنه يراد به الوجه الذاتي اللائق بالله عز وجل. بنقول له يا كذاب يلي اسمه وليد سعدان، بنقول له يا كذاب، أعطينا دليل أنه الصحابة أو السلف قالوا بأن الله تعالى له وجه ذاتي. مين؟ أعطينا دليل أيها الكاذب. عم بيقول اتفقوا، هيدا أول شغلة. تاني شغلة، قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. شو هنا هيدي الآية؟ الوهابية شو قالوا؟ له وجه ذاتي. أعوذ بالله، هذا لا يقال. اسمع شو بيقول مين؟ فخر الدين الرازي من الوهابية. حد فخر الدين الرازي بيقول في التفسير الكبير فأينما تولوا يفيد التوجه إلى القبلة في الصلاة، هيدا معناتها فأينما تولوا. وفي الكتاب عينه يقول الآية نزلت سافر يصلي النوافل حيث تتوجه به الراحلة. طيب شو معناتها هيدا الحكي؟ يعني إنسان مسافر، هو على الدابة، فبده يصلي نوافل مش فرض، بده يصلي. فلو هيدي الدابة اللي هو قاعد عليها راحت يمين أو شمال، هيدا الشيء ما بيأثر. هيدا معناتها فثم وجه الله أي قبلة الله. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما نزلت هذه الآية في الرجل يصلي إلى حيث ما توجهت به راحلته في السفر. هيدا معناتها، مش معناتها لله تعالى وجه الوجه الذاتي كما تزعم الوهابية. لا، حاشا. كلمة وجه لها أكثر من معنى، لها أكثر من معنى. أنا شو بقول؟ أنا بيجي وبقول بدي أعطي الفقير لوجه الله. شو يعني لوجه الله؟ ابتغاء لمرضات الله. هيدا معناتها، مش معناتها أنا بتصدق للوجه الذاتي لله. أعوذ بالله، كما يزعم الوهابية. وقال الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها. هون لا يفهم من كلمة وجه إلا الطاعة. في حدا يقول أنه إذا الوهابي بزعمه بيقول بأن الله تعالى له وجه ذاتي، فعلى زعمك شو بتقول بهيدا الحديث؟ هل المرأة لما تكون بالبيت بتكون قريبة من وجه الله؟ أعوذ بالله. هيك على زعمك؟ أبدا، هذا الشيء لا يقال. طب شو معناتها؟ لا يفهم من كلمة الوجه إلا الطاعة. هيدا هو. لذلك نحن أعطينا أكثر من دليل. بدكم بعد دليل؟ نعطي لله تعالى. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه
طب شو معنات هيدي الآية؟ الطبري وأبو المعالي رحمه الله شو بيقولوا؟ بيقولوا معنى هذه الآية أي إلا إياه، كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. مش معناتها مثل ما أنت على زعمك أيها الوهابي، يعني الله تعالى له وجه بزعمك، وهيدا الوجه هو بس لا يهلك. أعوذ بالله، هيدا الشيء منه صح. أي إلا إياه. مين فسروا؟ مين قال هيك؟ الطبري. ومين؟ أبو المعالي رحمه الله. فلذلك قال الوهابية لا قيمة لهم عند الله. أنا هلأ فسرنا أكثر من محل شو معناتها الوجه. فلذلك ما تردوا على الوهابية. الوهابية منهم أهل للعلم، منهم عثمان خميس، منهم محمد بن شمس الدين، منهم ابن تيمية، منهم محمد بن عبد الوهاب. هن منتشرين، الألباني، الذهبي، منتشرين في بقاع الأرض. لذلك أنا أنتظر